الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قبل أن نشرع في دراسة القسم الثاني من الأقسام الخمسة من أقسام الكتاب، ودوان كتابني كنت قودة مشانن نرى قودة جلقبا قراني قودة لما فاتت اسمي لما فات أدون سن ندرا. هناك أسئلة عن الدرس الماضية. قلنا ما هي المسائل الأربعة؟ مسائل الأربعة ما لسيد. نعم لا بد. المسائل الأربعة مسائل اللي أفرن إنه خاي مالني. لا، الأول ماذا؟ العلم. إذن يجب العلم، يعني برة نرة واجب وانتهب، لا بد من أن نتعلم. إن لما فا لا بد من أن نعمل. مالب لا بد جنة سيقلي. يجب علينا 4 مسائل واجب جتون وان الراحة في سنوف مال امتان يجو هنجر يجو. كنافو الثاني لا بد من أن نعمل. الثالث لا بد من أن ندعو إليه الناس. لكن في الدعوة أيها الأحبة لا بد من أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد دعواك ستي والنبي ربي جلق أبين جلق أبونا في سنو بنجو. لماذا؟ حتى يكون دعوتنا على منهج دعوة الأنبياء، على منهج دعوة الأنبياء. وترى اليوم كثيرا من الدعاة هو داعي، لكن هل دعوته على منهج دعوة الأنبياء؟ هل دعوته على منهج دعوة السلف؟ أديمس دعوة نموت غري أديمس دعوة منهج نبوة رجرو، أديمس دعوة منهج دعوة سلف توتا رجرو جنة يولا اللي دغغرو تكب وانتون نكسيسون نتسهنون قبو أكستون قبنو إساني في اللي نسيها قوني. أولا تعلموا يا نما دعوة قلو برباد درو سومالتو رأيقما علمي تسنين رأيقما برتا إيجا برتني اتدلقا بعد كناتي دعوان لا بد من أن يكون على منهج دعوة الأنبياء. منهج دعوة نبيوتا مالي. بماذا بدأت الرسل الدعوة؟ إرجولين دعوة مالين جل قبض يا جماعة، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بإقامة دولة الإسلام. موتما إسلامات أمن وانجم دعوات أني كيست وانا كنان جرا. لا، وإنما بداية دعوته واني دعوات إساني الرائي قالوا لا إله إلا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. دعوات توحيدة يونمني توحيدك أباته حواس موحدته ما شاء الله يفينو تديمم يوكدن تين أتي دعوات توحيدة رأبتونهم برباد. أصلا أمني دعوات توحيدك أباته جدت دعوات توحيدة رأبتون انجرت. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ما هو؟ منهجني نبيوتا جرى ربي تنما يامو كيست، جرى إسلام ما تنما يامو كيستي، كرى رسولوتا كرى نبيوتا مالي. بماذا يدعون وبماذا يبدأون؟ نبيوني دعوة إساني مال الراجل كبن هجج الكبن كنمو مالي نما يامن. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبيين كي محمد داعي إلى الله قال ربي تنما ياما. بماذا بدأ وبماذا دعا؟ نبي ربي عليه الصلاة والسلام مال دعوة إساج القلب أليس بالتوحيد يا جماعة؟ ثبت في ما رواه ابن خزيمة في صحيحه
أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعوته كان في ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله جاء نمل كويتني جدت أنجلك. هذا بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا ابتدأ بالدعوة إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى السنة، نبي ربي قاف قرأ إسلام ماتنا ميام، قاف حواسا قرتي قرأ إسلامنا قرأ دين الإسلام تيامو. يا إخوتي، بماذا دعا؟ بالكتاب والسنة. هل دعا أيها الأحبة بالتوراة أو بالأناجيل وانجيلو ونين فلسفة قراتين؟ أليس هناك قاف نبي ربي ارجموا، أليس هناك فلسفة الإغريق، فلسفة إغريقي والنجم والحضارة الغربية، والحضارة الغربية أرومنا والرديا والنجم وانتوني قرا جرم ترى قاف نبي ربي جرا مشهور يكون بكما. والحضارة الغربية وحضارة الرومان والفرس والنجرتها الربية دنيا الرجل كل قافة سنو مجرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل دعا بالفلسفة وبالكتب السابقة المنزلة المنسوخة أو المبدلة أو المحرفة كتابا أما اندرات النبي ربي قرأ إسلام ماتنا ميامو إساتا قرينو. انظر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة بعثه عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال بأبي أمي عليه أفضل الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم ماذا؟ صوم رمضان، فإنهم أطاعوك لذلك إلى آخر الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وأهل اليمن حين ذاك أهل كتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما إيه؟ هل قال النبي لمعاذ ادعوهم بالتوراة أو ادعوهم بالأناجيل؟ نبي ربي قاف معاذ ارجع يا بوغا ورا كتاب يهودا بك ورا كتاب نصارى بك وتدقوا تجرتا إجات وانجيلان إسلامسي وانجيلا كيسا تؤكنا كنجي وانجيلا رتي ربي سجي نبي ربي. لا، إذن لا بد في منهج الدعوة من أن نسير على منهج دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج دعوة سلفنا الصالح. فإن يو أديمسي دعوة كينيا منهج دعوة رسول ربي الراغوري، منهج دعوة سلف الصالح الراغوري، داعي تأونقفته اللالم. لا بد من أن يكون على الخط الذي خط لنا رسول الله. دا عندي رسول ربي نوكاي وصر رسول ربي نوسرر إسران ديمنا ملي لا نمشي ولا نسير كما نريد كما نشاء. أكما فين أولي قد الديمني دعواقون أكفين إندن دعمكم مالي سنة رسول ربي رانو باس مالي هرنا موتا قري ونقوهم سمالي يوجد حصول النتيجة. نمني توكو كرنتانين يوكين كرا منهج دعوة نبيتين على أنما يامي، كرا منهج دعوة سلف الصالحين على أنما ياميتي. نمني النيامسون إسلامون أرقموا ولا ينبغي أن نغتر بحصول النتيجة. بؤان أرقمون كرا نبيتين على ديموس كاريتي سري دجتو قل منه ملكاون كران كن سري دجتو رتي دليلامت انتبه. كما أن كثرة العلم وكثرة الناس وكثرة العبادة وحصول النتيجة وانتوني أكناكني خلاص كرا الردي ما يكوني
سري أجت تورة رجعان سري تأوف وني ميزانا وتأمالني أن يكون موافقا لمنهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سلفنا الصالح أديمسا دعوة رسول ربي قدموا أديمسا دعوة سلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما أنا عليه وأصحابي كراسة يوغت أميكم مالي مالي دوبكم وانا مهدود إسلام إيه يا بونا من هدون إسلام أوني أدمسكني سري رجتشف ميزانا مالتو وصول النتيجة بوان أرقموا ميزانا مالتو جئ جنة قابتون عندكم لأن الشريعة ما جعلت ميزانا ما جعلت حصول النتيجة ميزانا بوان أرقموا شريعة مالنقوني ميزانا كتلون نقول ميزانا قرتيجا أديمتك كيك أتيلا رسراوة رجتشو ميزاني موافقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كارو ما نبي تبكر مالي نبي ربي مالي وعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء كناف أما سو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن دعا الناس بالتوراة والإنجيل أما كان أدو توراة والإنجيل نما يامني نمنو إسلام إيه هل اتبعنا في منهج دعوتنا منهج دعوة النبي هل اتبعنا وهل وافقنا في دعوتنا منهج دعوة سلفنا الصالح إذن يكون ذلك المنهج مبتدعا ولم سنة كران مبتدع كرا أكاتان سن بدعة جاممو سنة جامدو بدعة جام أكاتان اتنما يامتي إسلام الستزون كرا غرتي جرايو غاتو باتي إفيفو أديم تسم بدعة دا أما حصول النتيجة بوان أرقمونه فلا يكون ميزانا فلا يكون ماذا ميزانا متين قوة ميابوي قوة ولا لا أنتين كم ميزانا تو في الدين ميزان دين الإسلام كني وام ميزان جئيل فكاتي قبل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي جل ديمو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو منهج دعوة النبي منهج دعوة نبي ولا نبيوتا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أكنجي ربي وأن نتدبتب لا بد أيها الأحبة من أن نسير في دعوتنا على منهج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج دعوة سلفنا الصالح وإلا يوكراسني رديمو باني كرمة إنها تأجني مثلا أديم سجرتي دعوة كيست كرمة فين ديمنا يوجني لا يقبل الله دعوة ليست على منهج دعوة الأنبياء وليست على منهج دعوة سلفنا الصالح أديم سدعوات منهج سلف الصالح قتمين أديم سدعوات أديم سدعوات رسول ربي قتمين لا يقبل الله خساران جلاتا إنه ما يكون وبالا دلين تتهي أرقم جدتودا كل هندم علمي اتهاجما بكم ستهاجما كتابا علماء أهل السنة والجماعة مالجأ من ربي كم جي نبي كم جي سلف الصالح كم دعوة قرن أبي بكر عمر عثمان علي أصحابا والرسول ربي لا لأنون جئكني أديمتي دعوة إساني أكم فكاتا أديمتي دعوة كيا أديمتي دعوة ثاني قاتمي هيه أديمتي دعوة إبلو أديمتي دعوة جرسني قاتمي يو قاتمي الحمد لله
يونغات من سر فتورة ججباتودا. الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاء به رسله بتصديق فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، يعني إلى التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين، كما قال في الحديث الصحيح: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم أكما جو. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، قرى دين الإسلام اتنما يامودان إلى التوحيد، ثم إلى ما هو مكمل للتوحيد، ثم إلى آخره. حالك أنا عندي ممكن يدرك أما جيتون كان إن شاء الله تعالى أديمسي دعوة لا بد من أن يوافق منهج دعوة الأنبياء. أبلو داعي لا قفامت، أبلو دعوة قد قفامت، لا أديمسي دعوة لا أكاكنا دعوة قد نجرة مالي بيوجدتن هرن وهركا حواس أكجرون أدي كارو ما فئي وربيكم سامل أدو كتابا كريين دعوة قونا جئيلة فاخؤوا بأساليب شتى دان دوام بايدان ولا لا وجين دعوة قونا دعوة عبادة ولا لا دعوة قونا جتوني فيه شبه بماذا يا جماعة؟ بالنصارى. نصارى تفكاتون وهركاتا يعبدون الله على ماذا؟ على جالب. الدعوة عبادة ولا ما عبادة؟ دعوانكم عبادة، إبادان توقيفية. أكا رسول ربي اتنو في ملين تو، أكا رسول ربي قد ملين تو، أكا رسول ربي ديم ملين تو. كناف تنبيها نبرباتي مالي نموتا قرتيغا أديم سسري كان فالسا، نموني أديم سسري كان فالسا بايئتون ندقون قب نصداتسون قب ولو كثروا هنقفل أن أدوبا يتني يوسر عمله أديم سيتشسو فيت أنو في مبهو إذا كان أفو نموت كان هو بتشيسو جرانا ورد عواقونا جدا. بارك الله فيكم، ربي سنا بركة تشيسو. أكاتان دعوان التقول مؤكنا. ما هي منهج دعوة النبي؟ ما هي منهج دعوة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما هي منهج دعوة الصحابة وسلفنا الصالح من الأئمة الكبار أئمة المسلمين؟ إمام مسلم توتا ورين نندرا أديم دعوة ثاني كم تري، كان صحابة كم تري، كان رسول ربي كم تري، من أبد ألالا جركين جنة. لا بد من أن ننبه نمن ربي قرتيجا رحمة إسحاق ودي أكدم مقوف حالة سنين دم يسون كينجا برباتي سارة جيتون إفيادة تشيسي إسن الله يادة تشيسو بربادا جيتا. وبإذن الله تعالى نشر في درس اليوم وأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى إجا قود لما فادا قودوان كتابتي تقود مرة كان لما فات قافة سنو وهي المسائل الثلاثة. المسائل إيه؟ الثلاثة. مسائل ون يوكي قافي ون سدين كوني قودة كتابتي اتقود مرة. قلنا مسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. مسائل الثلاثة كأني جاءوا في أصول الثلاثة كأني جاءوا تقوم ولد. وقلنا أما ندري درسي كده درسين جرمال الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة. أصول الثلاثة جدتوني قافي وان قبري إيه سديني من ربك من نبيك وما إسيتنا سدينت أصول الثلاثة جمد. أما المسائل الثلاثة أما قافي وان سدين إني بانو هي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الألوهية والبراءة من الشرك وأهله. مسألة الولاء والبراء. أو المسألة الأولى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والمسألة الثانية توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة إيه؟ المسألة الولاء والبراء. إذن مسائل لسدين
واي توحيد سدينيتي في واي مسألة الولاء والبراء مسائل اللي جلقبا مسألة سدين الرا توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات بكيسا قبا جن إني لما فا مسألة لما فا توحيد الألوهية بكيسا قب مسألة سدفا مالني مسألة الولاء والبراء إذن المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم قال ثم استدل المصنف أتى بالدليل مقرونة بالمسألة مسألة يجد بتبودان رجاء تكنديسينو في ديجتو. هذا دأب أهل السنة والجماعة كن حال أهل السنة والجماعات يذكرون المسائل مقرونة بماذا؟ بالأدلة. رجاء مسائل وقول فكان رجاء أوليك انديساني دبتون أديمسا وأهل السنة ودليلهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وليس دليلهم واني بينون نتي أديمسا أهل السنة دليل لساني كتاب بنماندرات اسمتي وان غرا غرتي كنموني ولالان دين بين اترغا غدتني متجتور. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أكنجي قبل أن نشرع في دراسة هذه المسائل الثلاثة قاعد وانسدين كان قرأوا تي سين وندرتي نسأل ما هو التوحيد؟ توحيد جتم مالي هاجن مالي يوجت نما بايني غير اور توحيدات يجا خاطر قرار ديمت يأتيك شخص نما ويستلو فيقول أنت موحد أتيغرتي موحدين ور توحيدات نما ربي توكتوم سيوسينجي تقول نعم أنا موحد جتم كنا نور أموحدين أنا مجد يقول هذا الشخص نمت سنسين جمال ما هو التوحيد لغة وما هو التوحيد شرعا. توحيد جت اللغة مالي شريعات مالي وما أقسام التوحيد قهدوا توحيده مالي. هل قسم أهل العلم التوحيد أهل العلم توحيدك نقودني جراني مالي أقسام توحيده يونون جئ لا بد من أن نجيب كان ديبسو دندأوا رح في سنوف جرجتا يو كان ديبس نتاني فقولك أنا موحد أموحد يرفين جتو مال نوركاتا ياديرو ماذا يكون؟ كجيبتا منتو كجيبتا أموحد يرفين جنة إيغانا يو خديبسو ولا اللتاتي رواية توحيدة وقوغا فتمني كجيبا نهركاتا كان لا بد من أن نعرف التوحيد بحسب لغة العرب ولا بد من أن نعرف التوحيد بحسب ماذا؟ الشرع ولا بد من أن نعرف أقسام التوحيد أقسام توحيد اللي بيكون كينيا حفيسة هنكبوه سري تقرتي قد فقينياني بيكو دندأو قبنا جيتر. طيب التوحيد لغة توحيد نقرأ لغاتي مالي جنيو لالي توحيد جتوني بحسب اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد الشيء واتقبضه إذا جعله واحدا. إذا التوحيد لغة ما هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل شيء ماذا واحدا جعلوا الشيء واحدا وتقبضوه مال جامع فان عرباتي توحيد جامع جيتو واضح يا جماعة. أنا والقافة كسم مرباتي. ما هو التوحيد يا أخي؟ هل أنت موحد؟ جاء رجل يوم من الأيام وطالب من الطلبة يعظ الناس، فالرجل
فيه شيء لعله فيه شيء من البدع. ماذا تعظ أيها الطالب؟ واي مالي قرساجر تجين. فقال عن التوحيد، توحيد الران قرساجر آجين. فقال الرجل مباشرة الذي دخل المسجد: ما هو التوحيد لغة وشرعا؟ الرجل قد حفظ فقال: التوحيد لغة جعل الشيء واحدا، وشرعا إفراد الله بما يختص به. أجاب ولا ما أجاب؟ لا بد من أن تجيبوا. طيب، إذن توحيد جدتون جعل شيء ماذا؟ واحدا. شريعتي إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، والربي اتم بتاته. لا، والربي اتم بتاته هجر، وان ربي اتم بتاته ثاني ربو بالتاباسو دات، وان والربي اتم بتابه وانسان كيستي رب العالمين تجرتيجا، رب العالمين مخلوق جرتي شريك قروني لا يجوز، بل هو شرك وحرام. شركي تا حرام تهاجت. إذن لا بد من أن نفرد الله سبحانه وتعالى، لا يكون معه شريك. ربي يوجي شريك قرون حرام جت. أشياء خاصة بربنا تبارك وتعالى، وانتوتا خاصة يا ربي كينياتا أنكيستي لا يمكن ولا يجوز أن نشارك به فيها أحدا. والربين كينيا إسي كيستي قرتي خاصية اتتي، وان قرتي أنفا ربي تي كيستي مخلوق اتفني شريك خالق أقول كينيا هنتو مالس يوجد من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ربوبية خالق كيست مخلوق يتشرك سيسون هنتو جدتون من الخلق والرزق والتدبير. أمري مخلوق أمو كيست ناتسو كيست، أمري مخلوق أقرق قلتو كيستي رب العالمين بالتابها. كان كيست فوني مخلوق أيو شريك خالق أقوني يكون ماذا؟ شركا. شركي تهجدتو أقسمه في ألوهيته عبادة إساء كيست جدتو، ألوهية إساء كيست إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله بأفعال المخلوق. إبادان قبروتا قل إن يفهق الله قفاف حق جدتنا. أقسمه وفي أسمائه وصفاته إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما أثبت لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه. والرب قرآن كيست إسارة قايسون، والرسول حديث هي كيست إسارة قايسون، والرب إفر مرمي إسرى نبمسيزون، والرسول ربي إسرى نفي أولان من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. صفات ربي وقورا قاسف فكيس ملت جدير ملت معنى أبسيس ملت. هذا هو التوحيد. كانت مالجمة يا جماعة. إذن كم أقسام التوحيد؟ ذكرنا التوحيد لغة وإيه وشرعا. ما أقسام التوحيد؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هل ذكر هذا التقسيم أهل العلم؟ علماء أني أهل السنة والجماعة لا تقسيم أكنا كتاب لساني كيستي دبتني جرنيه يوجدت أي نعم إيه. وممن ذكر ذلك من علماء السلفيين من علماء أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. سجل كتاب زاد المعاد. لا بنتلالو يبر بعد لا أكتوحني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يا جماعة ما كتاب علماء على السنة كيسا
كتاب العلماء الجبا كيسا مي ايسا جرى جينم ديون وقافته لا بد من أن نعرف المرجع بكا دبين كون الرافود أنا بيكون كينا في سقبة يا جماعة ايوه برباكي سارة مرجع بيكون بكا دبين كون الرافود سجل زاد المعاد مجلد أفرفا صفحات إبلامة ابن القيم الجوزيان الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الإلهية، الثالث توحيد التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يسمى توحيد أسماء والصفات كجنو يروغري توحيد الأسماء والصفات جيني أما ومعرفة أسماء وصفات وأفعال جي نياما ويسمى توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات يكون نياما مال جميع التوحيد العلمي كانوا تبينيت أمن نجيتون الاعتقادي كانوا قلبي تقولون فنيت أمن نجيتون سجلتم كتابك أنا رأى أرجتون عندنا زاد المعاد كان ابن القيم مجلد أفر صفامك إبلما وتوحيدني أكسد التقوى واضح يا جماعة لابد من أن تعرف المرجع ما درسوني بايني أقسام التوحيد كم يوجد ماذا يقول ثلاثة أين المرجع ما دبيك أنا إسافوتي يوجد بايني سايتو ركتو دند أكاك سنتاني وسجل ثانيا لما لالي الفوائد كتاب ابن القيم فوائد كتاب جاب جوزتك صفا السجل بنتي لالو دندي ساجد تارا ما الدليل على هذا التقسيم تقسيم كان الرتي مالي دليل لي يوجد كما ذكر كثير من علماء أهل السنة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين جدتم معناه نفرد ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ إذن هذا هو الذي نقول ماذا؟ توحيد الألوهية توحيد الإلهية توحيد العبادة إذا كان. وقول الله تبارك وتعالى رب العالمين الحمد لله رب العالمين قابل جنة توحيد ماذا؟ ربوبية رب قابل جنة الخالق والمدبر أليس كذلك؟ إسأومو إذا أمريكا رجدلته. إذن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الانفراد بالربوبية. وقوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك هذا ما هو يا جماعة؟ الأسماء والصفات صح ولا لا؟ الرحمن اسم يدل على ماذا؟ على صفة ماذا؟ صفة الرحمة. الرحيم اسم يدل على ماذا؟ صفة الرحمة. مالك اسم يدل على ماذا؟ على صفة الملك. إذن هذا توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. وفي القرآن مثل هذا الدليل كثير وكثير جدا. وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما ماذا؟ فاعبده واصطبر لعبادته فاعبدوا أي وحدوا هذا ما هو؟ توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إذن كما أن أهل العلم أخذوا شروط الصلاة من الكتاب والسنة وأخذوا أركان الصلاة واضح ولا ما واضح؟ لو قال لك من أين أخذتم هذا التقسيم؟ قلنا أخذنا من الكتاب والسنة كما أخذنا ماذا؟ شروط الصلاة من الكتاب والسنة وأركان الصلاة من الكتاب والسنة ونواقض الصلاة من الكتاب والسنة. إذن عليه ماذا؟
أدلة، عليه ماذا؟ والتقسيم والصبر من منهج استنباط أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة. وأجمع سلف هذه الأمة على هذا وبينوه في مدوناتهم العقدية. علماء أهل السنة والجماعة أكثر تكون رواية توحيدات كتاب إساني بيان قرآني جرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان وما لم يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذه المعاني وما أشباهها من معاني ربوبيته يجي دبة له، وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه. هذا معنى ماذا؟ ربوبية ولا لا؟ ربوبية. معاني ربوبيته: ملكه، خلق، رزق، هداية، نصر، إحسان، بر، تدبير، وصنع. هذه معاني ماذا؟ معاني ربوبيته. هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. كان شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد لما فا صفحة ابسده في سقلتمي سقل دبة. قال رحمه الله: نجي ملتي ديبي توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده. إذن كتب ابن تيمية توحيد الربوبية ولا ما كتب؟ كتب. انظر هذا أيضا في مجموع الفتاوى. كان مثل هذا برباد مجموع الفتاوى مجلدة توقع صفحات دمي شديرة اللي ومكان الرباد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكما أن الوحدانية واجب له لازمة له، فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له. أكما ربي خطمان فكتمان لازمة ساتئ مخلوق نموك عايدات مالك عايدات مخلوقة شريكة أكثر وكثير مالك خلق الزوجين الذكر والأنثى. كل صفات مخلوقات. الزوجية صفات ماذا؟ المخلوق. والوحدانية صفات من؟ خالقنا تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهي توحيد الإلهية وجود وكاو توحيد الألوهية، بل القرآن قرر فيه قرآن كيستي رجاي سجر توحيد الإلهية. توحيد الإلهية. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تبارك وتعالى قرر في القرآن ماذا؟ توحيد الإلهية. إذا ليس تقسيم التوحيد إلى ربوبية وإلى إلهية وتوحيد الأسماء والصفات بداية منا نرى كجلك أباميمتي وانم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله والرئيس اندرادس ومجري جتاتر. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية قرآن كيستر الداسفا توحيد الألوهيان ذاك حيث قال ربنا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وما كان معه ماذا؟ هذا إقرار لتوحيد ماذا؟ ألوهية. انظر مجموع الفتاوى، انظر منهاج السنة، كتاب منهاج السنة جم جوز سدي صفا إب سدي رتي توحيد الألوهية وانجب ربما قرآن كيسرقا يسجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نودبتي جتانا لا لودن ديسا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به، وأن ذكره تطويل بلا فائدة. كان إن شاء الله تعالى تقسيم التوحيد إلى ثلاث ليس بداية نرى كجلك بمودون تاني، وإنما هذا مما قرره علماء السلف وعلماء النندرتي رقاسسني، وأجمع عليه سلف هذه الأمة على هذا وبينوا في مدوناتهم. فمن أراد البيان فعليه أن يرجع إلى كتب السلف. جرى كتاب السلف توتا ديبيتي
بربادي لكن أقري يوسين كتاب كم لالتك يسارب دي ميهمي يجين كتاب نين لالي ما كتاب بواية توحيد رتب الريفة من كان علماء سلفا بالريسان الرا كتب ابن خزيمة وكتب غيره ما كم لالتك يسارب ديدي كوني تقسيمنا كنا تقسيما بدعي جت أيها الأحباشي وأيها الصوفي وأيها يا قرتيجا وركر إنكار جيتي اتهمي جيت راجع كتب أئمة السلف قرأ كتاب العلماء وتسلف توتا دي بإلالي يوحق خبر بعد تاتي أتكيس أرقتاه جيت واضح يا جماعة ايه وانا كثير مو أما وري إخوانا كان الجمري أنا سلفي كان مرمين جتشو جلك أبديتي مرمين فو إساني وقتوجر أكثر كان إن شاء الله تعالى هداهم الله ربي جراك جلتو وان جدوني كمنا ربي جراك جلتو نما وان كتابك السجرو مرمي وان أرجي وان قرأي سنما مرمي مال جتار يا ربي كجلتي يا ربي هداياك كني الجنة برد بروق فلوت كني جنون هدانا الله وإياهم يا ربي نقجل الجنة برد بروق فابر ونبرا نجرا انجر تمام النبرا توحيد جنة جر هذا التوحيد لفظ توحيد جوكم هل هذا اللفظ لفظ اصطلاحي أم لفظ شرعي جاي قابل ما القراءة جتان المتكون يقول لك ماذا توحيدا قرأوا جر توحيدا قرأت فقل له مباشرة كلت من قابته كريسي هل هذا اللفظ يعني لفظ التوحيد لفظ توحيدا كل هل هو لفظ شرعي لفظ شريعة كستين ورفمه أم لفظ اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم مو لفظ علماء الرتي والإقلال لأنه هناك لفظ اصطلاحي وهناك لفظ ماذا شرعي وهناك لفظ لغوي لفظ اللغوي تجر لفظ اصطلاحي تجر صح ولا لا ولفظ شرعي خنا تجر ما لفظ توحيد جوكني شريعة كيستين ورفيه هل جاء هذا اللفظ في الشريعة لفظ رفيه جرم والنفي توحيد لفظين جوكن هل منكم من يتذكر باب الحج باب صفة الحج ودخول مكة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في صحيح إمام مسلم رحمه الله حديث إيرا جابر بن عبد الله الرأوديفم في مسلم كيست ماذا قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأهل النبي بماذا بالتوحيد إذن لفظ التوحيد لفظ ماذا لفظ شرعي واضح ولا ما واضح هذا هو الدليل ما دليل ما لفظ توحيد جاءكم قرآنك لفظا شرعي ايوه شرعي جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالتوحيد إذن هذا لفظ ايش لفظ شرعي إن كل لفظ شرعي جدت عصمان دم يسودا دوق ابناء جدت والخلاصة دباب سنيقة ذكرنا أن التوحيد توحيد الربوبية ما هو توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير هذا حد ماذا يا جماعة حد توحيد الربوبية وأما توحيد الألوهية ما هو أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة تقم معنا ما هو إفراد الله بالعبادة وإن شئت قلت إفراد الله بأفعال العباد مثل الصلاة والصيام والدعاء والزكاة وغير ذلك من عبادة العباد إبادة من عبادة الناس من عبادة المخلوق إذن عبادة
مخلوق ندلقون كن هندنو أين يفتوق أبا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين بأفعال العباد دلقون قبروتات الله كان بالتاباتو دلقا قبروتا وقوجن دلقان كان مالفا الصيام والتوحيد والعقيدة ها والاعتقاد الصحيح هذا عبادة ولا ما عبادة دلقا قبروتا كقلبي قبروني دلقاني في كقامان دلقاني في كعربان دلقان هندانو إنهم بالتاباتو رب العالمين بالتابات وأما توحيد الأسماء والصفات ما هو إفراد الله بجميع أسماء الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل كناتو توحيد الأسماء والصفات جاء إذن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وننفي عنه سبحانه وتعالى كل ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نمثل هنا نثبت صفات ربي سبحانه وتعالى صفات مخلوقات والاتنفاق لا يمكن بل نمملوه فكيف يكون الخالق الكامل صفات ربي كاملة مماثلة للمخلوق الناقص مخلوق ناقصة كان والاتفاقات النملة لا هملوا جتشودا إذن هذا هو تعريف التوحيد الثلاثة تحدي توحيد سديني تجتشودا أصلا توحيد عرف أدونا من ونجي توحيد أبس أدونا من ونجي مال جنة توحيد لغة جعلوا الشيء ماذا واحدا وشرعا ما هو إفراد الله بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وهذه هي أقسام التوحيد أسمعنا إسنتم مالك يستي أقسام توحيداتي جدتون الآن إيجا كان دبني وقلنا أن التوحيد لفظ ماذا شرعي وأن بداية دعوة الأنبياء من ماذا من التوحيد إلى الله من الدعوة إلى توحيد الله دعوة قرأتك كتما ربي تنما يا مراج الكبار إيجا جنة نشرع إن شاء الله تعالى مباشرة في المسائل الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله المسائل الثلاثة مسائل ويوكين قافوا وانسدين مصنفين ندبة المسألة الأولى مسألة جلقبا قال رحمه الله الأولى هذه المسائل ماذا قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة تعلم ثلاث هذه المسائل جبت نسخان قرين تعلم براتون ثلاث هذه مضاف إليه قونيتما المسائل بدل الراقوني تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن لا بد من التعلم أولا ولا بد من العمل به ثانيا كيسة الشرح موان برسنيتا فقال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فبعدما قرر هذه المسألة الأولى أتى بالدليل إيجا قرتيجا خلق دليلا نفيد فقال رحمه الله ما لي دليلا نفيد يا جماعة بركنوتي هجو وان تكون مرة أجني أكنوتي مال جتشو أنا أقول أني بروفي مال ما الدليل هجو في بس مسألة قرتيجا على فكني أكمال في رتو بروفي وان سنرتي رجافلته ليربنا على هذا التربية العظيمة الجليلة قدس بريدة أكنا قدس بريدة أكنا أكلوا قدسوا في جيتشور
قدس بريجا أكنا يو قدني هندقم رجال نورفوق أبوس الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة جيتو عديم سانو أجرسي واضي ولا ما واضي إذن ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا ما معنى وبيلا شديدا فأخذناه أخذا وبيلا قبا جبائسك أبني إذن مسألة دراكنا كيستي فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية حيث قال خلقنا الله سبحانه وتعالى ما هو خالق الله خالق أجتور أرجن أجتور ورزقنا الله ماذا الله خالق رازق قاري إذن الخلق والرزق إفراد الله بالخلق والرزق من توحيد ماذا توحيد الربوبية أجتور أسمع ربي خالق رازق أجتور أرجتون كينجو مالني توحيد الأسماء والصفات هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاثة وذكر بعض أهل العلم أن المسألة الأولى مسألة يلقباكني ذكر المصنف فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لدبته مالف أن الله خلقنا ورزقنا ولم خلقنا ورزقنا بمنزلة مقدمة مقدمات قلت العالم ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا بمنزلة مقدمة الثانية فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار مثل النتيجة أكوان قياسة ركبه مصنفين في الأديم سكيسة ما له أقرسيسو تجروتي نتيجة نو أقرسيسيتي إذن خلقنا ورزقنا ثم أرسل إلينا إيه رسولا إيجا نخلق إيه نرزق إيه إرجما نترجي نتيجة وان كان مالك كسانو فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه إذا ذكر المصنف في هذه المسألة الأولى أن اتباع النبي ماذا لقوله قال الله إذا فقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه إيجا إذا خلفوا إبدنا منك قال ساقرون جنتنا منك اتباع الرسول ما لجتون وقرسين إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجبا ففي هذه المسألة نهي عن ماذا عن الابتداع لا مسألة دراجنا كيستي اتباعي واجب جتو قابل برسيس مصنفين مالتم حرام جتون وقرسي ساجر ابتداعي حراما كراغرتي رسول ربي جلد يموت أبني اتباعي أبون مال لما قولا مبتدعين ما قولا واضح يا جماعة آية القرآن أين فتسي فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا رسول خلفه مالته نك أبمي اتباعي أبيك أبمي يا أمة الإسلام أمة محمد مال أبنا على دبين اتباعي أبنا فلا الاتباعي ما هو الابتداع إذن في هذه المسألة أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع أمر بالاتباع اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن ماذا؟ عن الابتداع باسنا رسول وني ارجنيب أكاقالي ساقوتني جل ديمتني في اسم جل مال تعالى ديما أنا نتمو تجرى رحمه الله هذا المسألة إيه؟ المسألة الثانية مسألة لما فاك إني ربته الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ماذا؟ أحد لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي أكننونجي الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته في هذه المسألة الثانية مسألة لما فاكنا كيسة مصنفين مالتين وأجاجين مالران الأرقود البتاجر في ذكر توحيد الألوهية وفيه نهي عن ماذا؟
عن الشرك مسألة لما فاكنا كيسة تمو توحيدتنا ما أججني شركي رانا ما أرغوتن ودبتمي يجتو واضح ولا ما واضح الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا مسألة ولا ما مسألة ثم بعدما قرر هذه المسألة إيجا قرتي مسألة تيغنا لفكاي أتى بماذا بالدليل هذا تربية عظيمة جدا هذا منهج علماء السلفيين هذا منهج علماء أهل السنة فقال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إذن ربي القرآن خنا كيستي فلا تدعوا الله والجنين قبرنا مع الله والجنين قبرنا أين أحدا منكني نكرة في سياق ماذا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد لا فلا تدعوا لا أنتم ناهي جنب تدعو فعل مضارعات ولا لا مجزوم بلا إيه بلا النهي أحسنتم بارك الله فيك إذن فلا تدعوا مع الله أحدا فنهى الله عن دعوة غير الله مع الله عز وجل ففي هذا أمر بإبادة الله وحده وفيه نهي وفي هذه الآية أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك إذا مسألة لما فهمته أقرق يا جماعة توحيد ألوهياته أقرق إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كان مسألة لما فرع أرقن لي مفهوم يا جماعة ثم قال الثالث ثم قال ماذا الثالثة جي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب هذه مسألة ثالثة إسمت مسألة تدفع إني قرتي قد رقائي فقال أبكي تدفع تيجو فقال أن من أطاع الرسول طاعة الرسول هو اتباع من؟ اتباع الرسول وهو الذي قلنا هو ضد ماذا؟ ضد الابتداع قال لا ابتداع كجنسني بك لا قال في أول المسألة يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاث هذه المسائل الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه ومن عصاه إيقنا اتدي بالتزان مالجي الثالثة أن من أطاع الرسول نمني الله قرتي نمني إرقما الله قاليقون يعني اتبع ولم يبتدع ثم في المسألة الثانية ذكر ماذا ذكر توحيد ايه توحيد الألوهية دبت إسيسا ومالجي ووحد الله في قلته واني مسنفين مسألة صدفة كيسة توجر واضح يا جماعة وأنسان الرانا تيجا دبئ الدنوب باساجر الثالثة أن من أطاع الرسول يعني أطاع رسول الله ولم يبتدع بل اتبع كرسول اتباعي قد ابتداعي رافقات يعني السني السلفي نمت سنيته ايه سلفيته ووحد الله لأنه قال في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولي براس علي براديسي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إسيسان ممال جاجر مس ووحد الله ولم يشرك بالله لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا كملائكة لرب تشرك سيسل كنبيا مرسل لرب تشرك سيسل إيقال ما تننوقبات تم اتباعي في توحيدة إيقال نوقبات رمتي مالك سنبقهم لا يجوز له أتقال المسألة هذا هو الميزان
نمتي رقمان اتباع رسولاته رقمان شركي الرافقاته ربي توكتشون سجدتو بك اتمزن مؤسا لا يجوز له موالاة من حاد الله بالإشراك به ورسوله من حاد الله ورسوله بماذا؟ بالابتداع ابتداعا كرسول فعل شرك كرسول فعل كرب فعل شرك بدعة مع سيادة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب موالا نما قال بدعاه هجته نما معصيه هجته نما شركي هجته جال اللوغو لتون إساف بكون هذه المسألة الثالثة مسألة تدفع لكم مال إني وجه مسألة البراءة من الشرك وأهله مسألة الولاء والبراء في تنكيسة دبل أسرتي ما لا يوجد ربي القرآن كان انكسر والدليل قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هكذا إلى آخر الآية. إذن نمتي تكو إيجا إفي ربي تكتشومتي إيجا إفي رسول ربي جلديمي يجب عليه البراءة من الشرك وأهله مال الرب الله كبا براءة من الشرك واجب جدت مسألة ذكر في هذه المسألة وجوب البراءة من الشرك وأهله. لماذا يتبرأ الشخص مال نمي تقو شركي راقل قل لا يوجن أولا بقلبه تتبرأ بماذا؟ بقلبك لا تشرك بالله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء سبحانه وتعالى ثم باللسان إيجنا الربا كيتيرس شركي راقل قل لا كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنني براء لا تقل أنتم على حق أيها الكفار إن كفار يا كفارة كيسنت أمانتي هكذا هنجئين يا أخي أكنن جين يوكن جي هل هذا تبرأ من الشرك وأهله ما تبرأ بلسانه لكن قلبي الآن سرين جرى أفعل ما ننجرى الصبور أجي ونجا منجرى نامت إسلام مسلم من كإشارة قاتل إسلام من كإشارة قاتل إذا تبرأ من الشرك وأهله بالقلب فقط لا بل بالقلب وباللسان والجوارح. هل التبرؤ من الشرك وأهله بالقلب فقط كاف؟ لا انتبهوا يا جماعة معرف لا بد من البراءة بالقلب وماذا وباللسان. فقال ربنا قل ووجوجا مالنجا يا جماعة بماذا تقول أنت إذا تقول شيئا بماذا تقول باللسان. إذن قال ربنا لنبي محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما جاء يا محمد دبت الربا مال يا كافر توتا وانا تنقبر ترى ننقبر جئين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أكنا جئين دبت الربان. هذه آية البراءة من الشرك وأهله. الله أكبر. لا بد من هذه البراءة باللسان يعني. الربانس شركي راكا قل لي تاني دبت الرا حفين سنوف جرو جيتو. الثالث البراءة من ماذا؟ من الشرك وأهله بالجوارح. قام كيتي الرا قل كلويت قام قل كلو جيتو الأكم بعدم مشاركتهم إسانت شريكتو في احتفالاتهم والقهو والإساني كيست كأمن ترى عيسى والجيان وطقوسهم قداسة ولساني كيست طقوس جتوني طرق العبادة عند هؤلاء الكفار لا قداسة إساني كيست اتشري تقام كيتين أنت تبرأت بالقلب
وتبرأت باللسان لكن شاركتهم في طقوسهم بجوارحك قامالك الدافع ثاني كيس الترمان هل هذا بريء من الشرك وآله؟ لأن البراءة من الشرك وآله لا بد من أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. آمانس لا تشاركهم في طقوساتهم وطرق عباداتهم كانوا العبادة إساني كيسد تنشريكني يو كان سدين إران قل كلاهن هل هذا تبرأ من الشرك وأهله؟ ما تبرأ. ولباسهم هتو إساني كان دي كان أمنتا إساني دين إساني كالك إشيس كإسان سني أفتت أفتين فكادين مالي أفتا إسانو كان مثلا كفار هدو كفار يهودا هتو كفار نصارى نفت وان سيجايب كفار واقفتها وان كفار جرت يهودي أفتو نفت إسانو كولي كان إثي مالي نفتني أنت لماذا تشاركهم في لباسهم ومن لبس لباسهم هل تبرأ بالجوارح؟ ما تبرأ. إذن أو فيما هم عليه من معتقد وان جرك قلبي تيادا كيست وان جرك آمت أفتا كيست وان جرك دلقا كيست لا تشاركهم كان كيست إسان التقرتيغا هن شريكني يجد. واضح يا جماعة؟ ونرى اليوم تعامل المسلمين مع غير المسلمين. هرانتنا يولا اللي أكاتا حواسن مسلمة نموتا مسلما تهيني وجن التجرات يولا اللي حواس إسلاما كان بكا سدتي باسني لالولي دندين طرفين ووسط طرفين عرف لما بي توكو غمانا جرا توكو غماس جرا توكو مو ولا كاغان ولو ما غلبا كميكتي باسني لالو كينيا سدي إني توكو فاكم يوجدت ربيني كافر توتر راقل كلها نون جئتي كافر أمة كفارة نجايا كدلغنا الأمنا بيدهم اتقوه أمة كفارة لفرافته إسان سامي إسان زرفي إسان أجيسي عادي إسان اتديجي إسان اتخجبي كان راوته أرقم وهذا غير ماذا؟ غير صحيح. كن سري رامي ربين نما قرتيجا عمنتي إسلاما قبني زرفا أجيسا أكس قرى نما نجيا كنجان دلقاتو تجرو أجيسي ميدي اتخجبي جيجرا ربي نون جنة جيتو كوني وان إسلام ما نقبني إسلام ما أكن إسلام ما مقابدو وان دلقامي كوني سريمي تاك إني لما فا عرفني كمكاني مو ربين أمة كفارات والجنجرات قانون جئ يشاركهم إسانة شريكات في الأعياد عيد كيس عيد إساني كيسات ولباسهم وعاداتهم وكلامهم وحلفهم كخوساني كيسات عاداساني كيسات وأنت كيسات إسانة شريكة والجنجرات شريان كي يمي وهذا صحيح كوني صحيح أمتي جنان هناك وسط الدلمان كان كرام بريدان كان نبي ربي نوهم الدلمان تنجر وذلك إن جدو كان جرس مالي مال إن يوجن إسان التنكجبين هنا الجيسين هن زرفين هن سامين يوغرتيغا بايلما وي بايلمتين بايلما سن التنديجين الرابطي التغرغري جرينا حواسما الحياة الاجتماعية جروح حواسما أو الدين جرات أكبسة غافت سر لك إفادو بربادو لك إسيب عبد الرا لك إفاد الرابطي التسغرغري تقالي وهذا التعامل في ماذا؟ في أمور الدنيا جرينا غرتيغا ترتيبا جرو دنيا كان كيستي أكا غاري والدين جرات إنو ماو هقو والك إسيب yoo gartee dhiifteef bareedaa hogga waa gartee inni rakkat gargaar hogguunni qonqora bekenniif sirraa bitatu barbaadu itti gurguri si galee yooni fi rahima kee ta'e dhaqi ilaal
تعذروا متوساتي وجين قال كان أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رسول ربي عليه الصلاة والسلام مرض عمه من أبو طالب رضي الله عنه مرض ولا ما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ولا معاد رسول ربي أدير إساء كافرة قافن لكم ستأكي قافت من قافني أكي قافت وكذلك قاف مرض والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة رجل من اليهود متعنتكو ورى يهوداتي فيا به عاده النبي ولا معاد أكي قافت استرقي قافتت برتها إيه قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنودوج التجنان دعوات التقوى رسول ربي قافي قفامي متان أبان صداتي أبان علان فقال له أبو عاطي أبا القاسم وان أبان قاسم سنجي إيجي أبان قاسم رسول ربي فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه هذا هو منهج الرسول رحمته قرار رسول ربي أكان مرض وهكذا جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه بعدما هاجرت أسماء إلى المدينة فقالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماذا جاءتني هاتك ينتل يا رسول ربي أكن إسي ما تنفتنا الربر بعدي نما تنفتنا ما تنفتوا جيتوا واكن نتيفي غرغارتي رأي ما تنفتوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيلي أمك هذا كلمة تنفت جاء النبي ربي إذن هذا هو التعامل ماذا في الدنيا جيرينيا غرتيغا جيروكنا كيست والجنجراتو شريعان الأربو كيس ما هو حالة غاري مالك حالة كي غاري خلقي كي بريدال عليه أكا إني إسلامه التنكجبين حالة بريدات تملفتو نور رأيقب وهل يلزم من هذا الحب بالقلب قلبي ليس كان جالته ديني سجالته قلبي كيف جالته كيساني قد أقول لا تبغض بقلبك وتحسن في المعاملة الظاهرية تبغض بقلبك وتحسن ماذا التعامل تعاملك كان بريكتا قلبي الآن مو نجيب بتجيته واضي ولا ما واضي هذا هو الطريق ماذا الوسط ترى وسط لك نجيته ولا تكذبوا اتزن كذبين إسنيس حق الرجل الثاني نس حق الرجل راه هنجينين لا يا أخي وأنا كنارا إفايجن وأنا كنارا إفايجن بل أخبره بالحق حق التيمي فقل له إسانجي يا فلان والله إني أحب لك الخير يا أبلو أني خيرين سيجالتنا والله خيرك في أن تسلم خيرين مو أتي إسلامه كيف تجرى يا بوي إسلامه جيتي اتدبت يا نمن عيسى أتجلن ديما جدت سنوبري آخر الزمان وقوني في بوي انزل ديما نبي محمد جل ديما أسلم تسلم يا بو إسلامي نجابات دنيا آخرات إسلام ما في بريد دو جي اتهمي ملي أمو أسيني صوبتهمين سريجر تجرتين إمو عادي تنديقين واضح يا جماعة إذن المسلمون اليوم في التعامل مع غير المسلمين على طرفين ووسط طرف لمات وسط الرتي أرقما جيتورا فنافو إن شاء الله تعالى لا بد من أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين يا جماعة لا بد من ماذا؟ من أن نتوسط وسط الرتي إساني وجن دي ممكن هفنك أبو جيتشورايا والبراءة من الشرك وأهله براءة قاب جنو نموني نتي براءة راتانو كني لا لي أسرت مالتو جرى يو جني نمكنا لا لي نمنكني قرين سانا من نحبه حبا خالصا نما نتقرتي جالل قوتو إسا جالل نجر جالل مالي جالل قوتو كهرنا هنك أمني جدتون
جالل قوتو والرجالتون نرى إيجا موتو جيرا. وذلك المؤمن الذي ليس عنده مخالفات للشريعة، ليس من أهل الكبائر، ليس عنده شرك وليس عنده كبائر فيما تعلم، ومن الأنبياء، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والصالحون وغيرهم. فنحب هؤلاء حبا ماذا؟ تأمن إذا كان جالل قرتيقا قوت متو كان جالل نتاني أرقمنا جيتو. والثاني من نبغضه بغضا إيه؟ ليس معه ماذا؟ رضا. جبا جالل تقول لهم برنجرنا من تجدون، وهم الكفار نبغضهم بماذا؟ بقلوبنا. وفي التعامل نتوسط، ولا لا؟ تعاملك كيف توسطتان. وفي البغض نبغضهم بغضا كاملا، لا بد من أن نبغضهم بغضا كامل، بغضا كامل إنسان جبنا جدتو. يقول الشيخ صالح الفوزان في أقسام الناس فيما يجب في حق من الولاء والبراء، جاللا في جبا وان جاء مخنا كيستي نما بك سديت العلاج كما ذكرت في كتاب الدروس المهمة. بك سديت بالنلال من يجب من يحب محبة خالصة، نما محباق الكل جالتو كم نجرا، لا معاداة معها، جال جبان تقولين سيرا وجنينجير. وهم المؤمنون الخلص، جرموا من تودق الكل من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وفي مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم متان دراكا وتقرته جال لقوتو جال الكل جالنو رسول ربيتي، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة من العشرة المبشرة ومن بايعه تحت الشجرة، والمهاجرين منهم والأنصار، ثم التابعون وأتباع التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وهؤلاء جروتي كانوا نحبهم حبا خالصا. واضي ولا ما واضي؟ القسم الثاني من يبغض ويعادى بغضا ومعادا خالصي، خانو تجب نجر جباق الكل كوان تكجال اللي تمخل، لا محبة ولا موالاة معه، جباق ارتيقى جاللا في واني تكلل تمخل. وذلك من هم؟ وهم الكفار الخلص، كفار الكل والرجاء مجيتون من المشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم، فكلهم كفار. وان كفار جامي وان لفظهم كفار همتكنا قوتمتو نبغضهم ونعاديهم معاداة وبغضا خلص. واضي ولا ما واضي؟ الثالث اللي سدفمه من يحب من وجه ويبغض من وجه، نما كرتكون جالنو كرتكونو نجيب بنا، فيجتمع فيه المحبة والعداوة إلى تمس إسافنك أم جال لسو. هل نبغضهم بغضا خالصا وهل نحبهم حبا خالصا؟ لا. وهؤلاء عصاة الموحدين من أهل الكبائر ومن أهل البدع، والرين بدعة وجتنرة، والرين قرتي الذين بدعتهم مكفرة، الذين لم يكونوا ماذا مشركين، والرين مشركتوذا تئين كان بدعان ثاني مكفران تئين. نموذج كثير من المسلمين الذين عندهم بدع والذين عندهم ماذا؟ كبائر. هؤلاء نبغضهم من وجه ونحبهم من وجه. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ومن قال نبغض هؤلاء بغض الكفار فهو الخوارج والمعتزلة. ومن قال نحب هؤلاء حب الموحدين الخلص فهو من؟ المرجئة. واضي ولا ما واضي؟ وأهل السنة والجماعة وسط. أسكت لكي قرتيقا ورين أهل المعاصي كان، أهل البدعي كان،
الذين بدعاتهم ليست مكفرة كانوا بدعان ثاني مكفران تهين مشركتوتا ورين تهين نبغضهم بغض اليهود والنصارى والمشركين والرجل منهم الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية ومن قال نحبهم لك نتجرك نغرتي أقوم ورم وحيدوتا خلصوتا تجالتوك أمنا والرجل ومنهم المرجئة فقال رحمه الله حفظه الله ومحبتهم تقتضي أما بكتي جري دين الرجلني قلبي لأني جالنا نسياني قونافي أجيلاني جنة والإنكار عليهم إساني رتني إنكار بدعاء إساني إساني رتني إنكار شرك إساني معافيا إساني فلا يجوز السكوت على معافيهم دلي إساني رتهن أسر جيتو نمني قاف دلي إساني رتي أسيو مال قرأتيتو مال قرأتيتو موالا قرأتيتون قاف كان لان أبلو أهل البدع أهل المعاصي موالا قرأتيه كنافو إيغا موالا قرأتيه إفيفو إنو أقيدة على السنة والجماعة رابه موالا قرأتون انتهو مالين بيت موالا قرأتون إنسايون جن لأنه لا ينكر عليهم ولا ينصح لهم ولا ينزر عن معاصيهم فهذا يخرج من دائرة أهل السنة لأن عدم إنكار البدع على أهل البدع نمت بدعة وجلت قرد بدعة إسا إنكار أبو مال جميع موالاة أهل البدع ور بدعة جال اللوغ أتوجي أما مالك انقطوك فامتي بس انقطوك اتدامتي موالاة قرأت جتون كان علماء الإسلامات تفسرا كان كتابنا تفسره معنى الموالاة ترك إنكار البدع والمنكر والمعاصي على أهل هذه ور بدعاء كنرت ور معصية كنرت ور قرتي منكرا كنرت إنكاروا باسم ما الجامع يا جماعة موالاة جام وهذا هو الذي حصل اليوم من فرقة إخوان المسلمين أو من نهج نهجهم ورين هرأي إخوانا جاء مكوني وركون إسان الرا أرقم إسكان تقفر إسكان مكانامي فتركوا الإنكار على أهل البدع إسان الرا إنكاروا إيساني إنكاروا إيسو برختني إساني وجن تقوم بردبرني إسان ماوتاني نقرسي إسان ماوتاني بدعاء أدى خدران قرتيجا ور أهل البدع وجتنسن اتسيرني بدعاء كمولدا بدعاء غراغرا لبسو جنبرا أليس هذا موجودا يا جماعة ونكون أرقمين ونرقمني نمنيقا قرقب كإذا قبو مولدا بيكين كيس لبس ما تري مركزة دران مركزوني قرتي تكا مولني كيستين قد أمين إنو ماو أهل البدع قمتشيسوف مولني كيستي قدامي يجتو هذا ونكو وان شكي وان نتي أكنا عن وصون تاني كونوا جماعان قرين لكي قا إيغا مولد قروتي دي بتاني يوتيسين كيس ساباني جي كيس سابين وفتلا كونوا لا تقصان كانا تسأله قامت شدن دي أليس كذلك يا شيخ أكنا مقنامي صحيح ولا ما صحيح صحيح كيس سابين نما ما يقال دي لكونهم كيس ساباني jara biraa baanii dhufanii jechuudha maali moolinni godhamnaa masjiida takkaa moolinni ittiin godhamee eenu idan amma gaa namni kun muwaalaa qadrii muwaalaa ahlul bid'aadhaa kan ittiin argamu jalqaba irratti inkaaruu dhabuudhaan ni argama akkanuma akkanaami inkaaruu dhiisuu bira kutanii wajjiniin tokkoomanii isaanumaa ta'anii saaruu wala maa saaru tokko ta'an kanaani جري أهل البدع تهجرا دران كرمة تقر وجن تره أما مويسد أهل البدع العالمون التنفنا يسورك آثار إما مارو جتني ولقياتا الرامبو دا كنو التنفن سير أدان وايقو أبدا وني جامي في وفي الرأيور جامي كناس إسانتو صاروا صوفية صاروا أهل المولد وصاروا مبتدعة أستجرا إسال سلابري أستجرا جلني فبكيسو بربادا برجرا سياس ما بجنة
فكيس ما بجني مالي خنا بدعان وما دعوة قد أترمي فكيس دعوانا كنا جتوا نجرتي دين كيس وافا فكيسوا نجرتي يا أبا نجرتوا بس دين كيس وافا فكيسوا نجرت حقي دبته إذن دوغوروت أكنات الرأرجمة نموت فعدم الإنكار عليهم بدعاتهم موالاته إسان كان رت بدعاء إساني إنكارو أبون مع سياسة إنكارو أبون كوني مال جامع موالاة إساني قاعد موالاة إساني تيونا متعال السنة مرة بهم باني ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الجلوس معه أكنا جنة قرانة أصول السنة كان إمام محمد كيسدي أهل البدع وجين تاؤدي سودا إذن اليوم هم يجالسونهم ولا ما يجالسون والقي ماريو يجالسون والجنين تانيتو أهل البدع وجين تاؤون والجنين تعاملتون عقيدة على السنة والجماعة رانا مباسا إسين تنقى مسألة إتين جرب الرأي كان ما لقى إسيفو ديما نسرا سنو ما أتاني جراني براكو تاني كنو هداهم الله ربي سانك أجل تباين مرفت تيسا وان أما والبراءة من الشرك وآله كذا تمال دبنا يا جماعة البراءة من الشرك وآله بالقلب واللسان والجوارح نمني اعتاد عيدهم نمني عيد ثاني عيد قدتي يا جماعة هل تبرأ ها ايه أتكنا قافت تمام بكن هل قافت كنا جت براءات هاتيت حقين الله وشريعان قد كيسة تمالي وانا منتي كيسة تيمي ايه ايه وانا كان أجير سوى الدين جماعة قطامي دي أكسن إذن ما شهد طقوساتهم نملك الدازة ثاني هرمات تبرع منهم ربي قرآن كيستي أكنوتي وان كان الرافقانو نقرس ورق وان كان هبتين رافقات ربنا تعالى إيقا كن توحيد يتشون كنا إسلام ما يتشون كنا إنكو وانو تئرت جران إرت دوم ركون هر أبي كينيا كان كيسة ببلته الأديم وقرون بلته إذن ربي تنقل يجرى ركو عدم البراءة من الشرك وآله ركو أمس موالاة آل البدع وآل الشرك كانت بيا كينيا كيسة ببلته ديم أكذب وكذب ونتو نمو نبي ربي عليه الصلاة والسلام كان نتدبته أو أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى نمني مسألة الحب في الله والبغض في الله بل الكلام خارج من دائرة لا شك